السلام عليكم، يا رب تكونوا جميعا بخير. وفترة امتحانات دايما بيجي لنا فيها اسئله ايه افضل الحاجات كلايف ستايل ونيوتريشن ممكن اعملها تحسن عندي الاداء الدراسي والتركيز، وطبعا النتيجه طبعا في الامتحانات مع الطلبه. فنركز مع بعض عشان هنتكلم على الاسس العلميه، على اهم النقط اللي ان شاء الله لو عملناها نضمن باذن الله ان يكون التحصيل الدراسي بتاعنا عالي. اول نقطه هي نقطه تنظيم النوم مع المذاكره. في ناس كتير قوي بتحب المذاكره الليليه، فبيحس ان هو طول ما هو قاعد بالليل بيحصل اكتر. قال يعني منه قاعد لوحده ومركز فكده وخلاص هيجيب اعلى تركيز ممكن، ولكن انت هنا موهوم، لان عاده المعلومات دي بتتخزن في الذاكره المؤقته، وبالتالي طالما في الذاكره المؤقته صعب جدا استذكارها واعاده تاني استخدامها. فالافضل حضرتك انك تنظم مواعيد نومك وتنام بدري وتصحى بعد الفجر. توقيت الفجر ده لحد الساعه 9 صباحا ده اعلى وقت فيه نشاط للهرمونات والنواقل العصبيه اللي مسؤوله عن تحسين الدوائر العصبيه اللي جوه المخ والاشارات اللي جوه المخ، منها مراكز الذاكره. فيكون ساعتها عمليه التخزين بتاعه المعلومات بتكون في الذاكره العميقه، وبالتالي فرص ان انت تقدر تاني تسترجعها وتفتكرها بيكون افضل. الفهم نفسه بيكون اعلى بدل ما انت بتكون ستريسد وطول الوقت عمال بتجري ورا المعلومه. فناخد بالنا من النقطه ديت عشان احنا عندنا دايما وهم بالمذاكره الليليه. واخد بالك لما تبدا مذاكرتك بدري، تصلي الفجر وتبدا من بعد صلاه الفجر على طول، بتحس ان اليوم طويل جدا وبالتالي عندك فرص تحصيل اكبر على مدار اليوم. النقطه الثانيه وهي نقطه وجبه الفطار. وجبه الفطار مش رفاهيه. وجبه الفطار في الفتره دي بالذات محتاجين ان هي تحافظ لي على مستوى سكر الدم بشكل ثابت من غير ما تعليه وينزل مره واحده. فبنستخدم عاده بروتين في الفطار، سواء بقى كان البيض او كان مشتقات الالبان، وممكن نستخدم معاها العيش الاسمر او العيش البلدي بتاعنا عشان نخلي مستوى سكر الدم ثابت، او نستخدم مكان منه وجبات فيها الشوفان. وطبعا هنتكلم كده كده على الالياف والشوفان ان شاء الله في حلقات تانية. النقطه رقم 3، خلي جنبك دايما ازازه الميه. طول الوقت اشرب ميه، عطشان او مش عطشان اشرب طول الوقت ميه. طول ما انت بتشرب ميه بتدي نفسك احساس بالارتخاء وان انت مش ستريسد، وبالتالي المخ بيبقى عنده استعداد اكبر انه يستوعب ويركز، وفي نفس الوقت الدوره الدمويه بتكون احسن، فتوصيل الطاقه او مصادر الطاقه للمخ بتكون احسن والاستيعاب بيكون افضل. رقم 4، يا سلام لو نقدر ندخل اثناء اليوم على قد كف ايديا كده هو مقفول شويه مكسرات، والافضل تكون عين الجمل عشان استفيد من شويه الاوميجا 3 اللي موجوده فيه. ما هياش احسن اوميجا 3، ولكن هي برضه في نفس الوقت الجسم بيعرف يستفيد منها الى حد ما. اخر حاجه ودي نقطه مهمه جدا، التليفون. التليفون ابعده خالص عنك، ولا كانك شايفه ولا كانه موجود. اكتر حاجه ديستراكتور، اكتر حاجه بتعمل لك عمليه تشتيت وبتقلل من حماسك وتهبط من العزيمه بتاعتك. هو بمجرد ما تمسكه تبص على الواتساب، تبص على الريلز، مش عارف تفولو شويه حاجات، بيبقى الهمه والعزيمه اللي عندك مع الوقت بتديكلاين، بتقل، فتلاقي نفسك بتلوز الانترست اللي انت كنت بتحطه في المذاكره.